في أحد مراكز إيواء ترى كثير من القصص. إحدى هذه القصص التي يعني حركتني بشكل كبير قالت لي بأن هناك من لا يبيع كرامته، وهناك من بالفعل كما يقول عنهم علي بن أبي طالب يطلبون الحاجات بعزة الأنفس. كان هناك عجوز عمره شي 80 سنة تقريبا قاعد بالحديقة، فأنا جيت عم بعمل معه لقاء، فقلت له يا حاج يعني انت ليش قاعد بالحديقة، ليش ما بتروح على مركز إيواء؟ فقال لي ابني أنا صار عمري 80 سنة، خليني أحفظ هالعمر، أحفظه من الذل. فأنا قلت له ليش يعني يا حجي إنه أنت فيك تروح على مركز إيواء وتاخد مساعداتك ولا من نية حدا، لأنه أنت متضرر وهذا الضرر أنت مالك علاقة فيه. فقال لي في حدا أبدى مني وفي حدا هو أحق مني. أنا حاليا بقدر أمشي، بقدر أقعد، بقدر أكل سندويشة فلافل بهاليوم لحتى يعني مثل ما بيقولوا إيد حالي فيه. بالفعل استوقفني هذا الكلام كتير، لأنه شفت كتير من الناس كانت تركض للمعونات والمساعدات. هلا هي حقها، لكن هناك ناس تحفظ كرامتها. وهذا الإنسان العظيم قال لي أنا إذا ما اجوا لعندي وعطوني ما باخد ولا أني رح روح، لأنه هناك من أبدى مني وكرامتي ما بيع بالدنيا. استخلص من هي القصة الإيمان يفرض علينا أن نكون أعفاء، أو نكون من أصحاب العفة، أو أن نحافظ على كرامتنا، ولا أن نكون خفيفين بأعين الناس، بأعين المحيط. يعني نمتن لنعم الله دائما ولا نتذمر من نقصان بعضها، فالحمد لله دائما وأبدا على نعمة الكرامة والعفة.